أهلا فيكن. وصفتنا لليوم هي الكنافة بقشطة. مين منا ما بيحب الكنافة وبيحب يحضرها على القليلة مرتين تلاتة برمضان؟ حنحضرها بطريقة كتير سهلة وبخطوات بسيطة، وحتطلعوا صينية كنافة بقشطة ولا أطيب. بتمنى فيديو اليوم يعجبكن وتحبوه، يا ريت كالعادة ما تنسوني من اللايك والشير، وخلونا ننتقل سوا لطريقة التحضير. بالبداية حنحتاج للكنافة حوالي 400 جرام. أنا استخدمت الكنافة المبردة، سحبتها من قبل بنص ساعة من البراد ووضعتها بمحضرة الطعام لحتى اطحنها على الناعم. وإذا ما كانت متوفرة عندكن محضرة الطعام فيكن تقصوها بالمقص أو السكينة، بس بدنا ننتبه إنه نحصل على خيوط كنافة كتير ناعمة بهيدا الشكل. من بعد ما طحنا كل الكمية بدنا نضيف عليهم معلقتين كبار من السكر البودرة. نخلطهم مع بعض كتير منيح لحتى يختفي السكر تماما. ومن بعدها بدنا نضيف 3 أرباع الكوب من السمنة. أنا استخدمت السمن الحيواني، وإذا ما كان متوفر فينا نستخدم الزبدة، بس السمنة أكيد بتعطينا طعم أطيب. وكمان ضفت شوي من ملون الطعام، وهيدي المرحلة اختيارية بس بتعطي للكنافة لون جدا مميز. وهلأ بهيدي المرحلة بدنا نفركهم مع بعض كتير منيح لحتى تتغلف الكنافة بالسمن. وبالصينية اللي بدها تدخل على الفرن بدنا ندهنها كتير منيح بالسمنة، وما بننسى كمان الأطراف. وبدنا نبلش نمد فيها الكنافة. منكبس عليها كتير منيح لحتى تطلع عنا متساوية من كل الميلات، وما بننسى أكيد الأطراف لأنه بعدين بدنا نحشيها بالقشطة. بالنسبة للقشطة حنحتاج لنصف لتر من الحليب السائل. بدنا نضيف عليه 3 معالق كبار من النشا. منحركهم كتير منيح على البارد، ومن بعدها على نار متوسطة بدنا نقلبهم لحد ما يشتد عنا الخليط. وهيك القشطة بتكون صارت جاهزة. وكمنكهات فينا نضيف الفانيلا أو شوي من ماء الزهر. بنسكبها مباشرة بالصينية. وهلأ بدنا نترك القشطة تبرد عنا تماما، يعني لازم تصير طبقة القشطة جامدة لحتى بعدين وقتها بدنا ندخلها على الفرن تضلها متماسكة. من بعد ما بردت تماما مثل ما قلنا طبقة القشطة، بنوزع عليها الكنافة، بنرصها ومنكبس عليها شوي لحتى نسكرها، ومندخلها على فرن محمم مسبقا على 200 درجة. أول شي بنوضعها من تحت، بس نشوف إنه الأطراف اشقرت وأخدت لون بننقلها على الرف اللي فوق لحتى تاخد لون ذهبي حلو. وهي وسخنة مباشرة بنسقيها بالقطر البارد يلي بنكون محضرينه من قبل بوقت، ونتركها شوي تدفى عنا بدرجة حرارة الغرفة، ومن بعدها منقطعها ومنقدمها. جدا جدا شهية وكتير سهلة مثل ما لاحظتوا، ما فيها أي شغل أو تعب. زينتها أكيد بالفستق الحلبي ومربى الزهر. وأكيد قطعتها قدامكم لحتى تشوفوا قوامها من جوا. القشطة كتير قوامها متماسك، والطعم سوبر يامي. بتمنى وصفة الكنافة تكون عجبتكم وحبيتوها، وانطروني دائما بفيديوهات بعد أحلى وأطيب. يلا سلام.